ازيكم؟ هقول لكم فيديو النهارده ازاي وصلت من كده لكده في شهر واحد بس. عارف ان الفيديو ده هينزل بعد رمضان، ولكن النتائج والصور دي كانت في فتره رمضان. يعني اول صوره دي كانت في اول رمضان، واخر صوره دي كانت يوم الوقفه، حتى يعني باين من حلقه العيد. ويا ريت برضه تشوف فيديو الترانسفورميشن الاساسي بتاعي، عشان ايه اللي عايز يشوف رحلتي من الاول خلاص كانت عامله ازاي يشوفها. ففي الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هعرض لكم مراحل التطور واحده واحده، وهل النتائج اللي وصلت لها دي تعد كويسه ولا لا، وانا خسيت كام كيلو، وايه النظام اللي انا كنت ماشي عليه سواء في الكارديو والتمرين والدايت وكل حاجه، ونصيحه بقى كده في الاخر. وهيكون الصور من نفس المكان بحيث ما حدش يقعد يقول بقى ايه الاضاءه بتتغير والموضوع ده بيغير فده هيفرق في شكل الصور. لا، هيكون كله من مكان واحد. ده هنا اول ما بدات. يمكن انا كان بقالي اكتر من سنتين ما عملش اي تنشيف. يمكن في اسباب منها كانت خارج عن ارادتي، واسباب يعني ايه في منهم اسباب شخصيه برضو. يمكن اكتر الاسباب اللي كانت خارج عن ارادتي، مثلا كنت في ثانويه عامه، جيت خلصت ثانويه عامه دخلت الكليه على طول، فكانت الدنيا طخ طخ، ما كانش في وقت يعني ايه ان انا اقدر اعمل تنشيف او التزم بدايت، يعني اكنك كده ايه نوع من انواع التغيير اللي بيحصل في حياتك. ثانيا برضو كنت مضغوط نفسيا جدا الفتره دي، ما كنتش حمل خالص ان انا اي ستريس بتاع تنشيف او كده. وبرضو كنت ساعتها تقريبا شبه فاقد الشغف، ولكن الحمد لله يعني ايه جت الفتره بالذات بتاعت رمضان دي، قلت لا لازم الواحد بقى ايه نبتدي نركز ونبتدي التنشيفه بتاعتنا. وطبعا لسه مكمل اكيد تنشيف مش شهر واحد، لا جسمي لسه محتاج اكتر من كده. واللي يقول لك اصلا التنشيف بيكون عباره عن شهر واحد بس وخلاص وانت واجري والكلام ده، لا ده كده مفيش حاجه اسمها كده. انت كانسان بتلعب طبيعي، لا لو انت انسان ناتشورال او كده، لا 30 يوم في التنشيف غير كافي تماما، الا بقى باستثناء لو انت بتاخد استيرويدز او كده. وطبعا زي ما انتم شايفين في الصور في كتله عضليه كويسه بالذات مثلا في منطقه الصدر والدراعات، ولكن نسبه الدهون عاليه جدا. وحاجه ثانيه، انا اصلا من الناس كجينات وراثيه وجسمي بطبعه اكتر منطقه بيعبي فيها دهون هي بتكون البطن، او بالذات بقى اسفل البطن ودهون الظهر، حتى باين جدا في الصور. وده طبعا بيخليني لما اجي اعمل تنشيف او كده يمكن دي تكون اخر حته بتخس في الجسم. وده طبعا اي شخص يعني، في كل واحد بيبقى عنده في مناطق اسمها الدهون العنيده عنده. في واحد مثلا تلاقي عنده الكلام ده في الرجل، في واحد ممكن عنده في الصدر، فتلاقي دي اخر مناطق لما تيجي تخس او كده، دي اخر مناطق بتنزل عندك. وهنا بعد 5 ايام تقريبا مش باين قوي الفرق. هنا بقى بعد اسبوع، يمكن مثلا نقول 12 يوم من بدايه التنشيف ذات نفسه، حتى هنا بدا يبان شويه نتائج. حتى اصلا في الوزن بدات تخس شويه، مثلا وزن تقريبا نزل هنا حوالي كيلو ونص. والنتائج كان باين اغلبها في الدراع وبالذات في منطقه الرجل مش باينه قوي في الصور، لكن كان في نتائج فيها. طبعا البطن ما كانش فيه باين نتائج قوي، عشان زي ما انا قلت دي من المناطق العنيده اللي عندي اللي اخر حاجه بتنزل. وحتى برضو الدراعات ساعتها بدا يبرز العروق شويه لما اجي اتمرن. هنا بعد 20 يوم بدات النتائج تبان اكتر واكتر، وبصراحه انا كنت ساعتها مبسوط جدا بالنتائج دي. كنتائج ل 20 يوم انا بصراحه كنت شايفها نتائج لحد كبير كويسه. وهنا برضو بدات البطن تبان بطلوع الروح، واكتر بقى منطقه بدات يبان فيها الفرق دهون الجناب او دهون اسفل البطن يعني، او الجناب، حتى زي باين زي ما انتم شايفين هنا بقى بعد 30 يوم اعتقد الفرق باين جدا، بالذات بقى ايه بطن بدات تبان اكتر واكتر يعني، ودهون اسفل البطن قلت جدا برضو. وعايز اقول لكم مفاجاه بقى، يمكن كان الاسترنس زاد جدا الفتره دي رغم ان انا بنشف وكده، ولكن الاسترنس زاد والكتله العضليه زادت. وده يمكن برضو بسبب ان انا السعرات اللي قلتها ما كانتش نازله شديده قوي. وده عشان كده بنصح اي حد لما يبدا تنشيف بلاش تنزل السعرات جامد قوي، بحيث ايه تبقى لسه عندك فرصه ان انت تزيد كتله عضليه وانت بتنشف. وده اصلا ما يعرف بيه بالبادي ريكومبوزيشن، وان شاء الله اعمل لكم حلقه عنه. ويمكن مثلا كنسبه دهون اول ما بدات يمكن مثلا حوالي قول 20% مثلا، يمكن اكتر شويه من ال 20%. قول دلوقتي كافريج في المتوسط حوالي 16%. وطبعا ان شاء الله مكمل في التنشيفه دي وهبقى اعرض لكم النتائج بتاعتها قدام. طب هل بقى النتائج دي تعد كويسه ولا لا؟ النتائج دي تعد بنسبه كبيره كويسه. اي نعم كتنشيف ما كانش احسن حاجه، ولكن ده يعد كويس في ايه؟ في لقطه ان انا ما نزلتش كتله عضليه زي ما انا قلت في الاول، يمكن كان زدت كتله عضليه في الموضوع. برده كان ممكن ابان انشف شويه في حاله ان انا نزلت الميه زياده اللي في الجسم، ولكن الميه زياده اللي في الجسم ما نزلتش عندي. طب ده ليه؟ يمكن في اسباب انا كنت عايزها وفي اسباب برده خارج عني. يعني يمكن الاسباب اللي انا عايزها، انا شايف دلوقتي مرحله ان انت تنزل الميه زياده مش هتكون حاجه افكتيف قوي. تاني حاجه بقى في الاكل، لان انا كنت باكل الاكل في البيت، فان انت مثلا تقدر تتحكم في الملح اللي في الاكل اللي في البيت دي بتكون حاجه صعبه جدا. فالحاجه الوحيده اللي ممكن تتحكم فيها الكرب، فانا ما كنتش هقطع كرب او ده المستوى اللي تقطع فيه الكرب تماما. طب بقى كوزن انا نزلت قد ايه؟ يمكن اول ما بدات كنت حوالي 96، حاليا مثلا دلوقتي حوالي 92 ونص مثلا، يعني مثلا خسيت حوالي 3 كيلو ونص. وطبعا انا من الناس اللي مش بهتم بالوزن قوي او ببص له قوي، يمكن ده بيكون مرجع اخير ليا، ولكن الشيء الاهم هو الشكل. ولو حد قاعد يقول لي طب ما في انبادي بقى وده بيقول لك كل حاجه، لا انا قلت رايي عن الانبادي في اكتر من فيديو، يا ريت ترجعوا له. ندخل بقى انا كنت ماشي ازاي في الاكل والكارديو بتاعي. ككارديو كنت تقريبا باخد الكارديو بتاعي كساعه قبل الفطار. الساعه دي بقى مثلا ايه كانت بتبقى ممكن ماشيه او ممكن بجري، يعني ايه انت واللي تقدر تعمله يعني في اليوم ده. ولكن في الجيم ما كنتش بعمل اي تمرين كارديو او كده، هو بس كنت باخد التمرينه الحديد بتاعتي بس. طب كنظام اكل بقى، اولا ما انصحش اي حد يعمل اللي انا كنت بعمله ده، لان اللي انا بعمله ده كان محتاج شخص ان انت يكون عندك شويه خبره في حساب السعرات، او شخص بقاله كتير قوي بيحسب السعرات بتاعته، فبالتالي بقى عنده الخبره ان هو يقيم انواع الاكل. فانصح لو انت مبتدئ ابتدي اتعلم اولا ازاي تحسب سعراتك، وتشوف اي ابلكيشن تحسب عليه السعرات بتاعتك، وتبدا يعني ايه
بنظافه شويه. ولكن اللي انا بعمله ما كانش كده خالص، يعني ما كنتش مثلا ماسك اي ابلكيشن بحسب عليه السعرات الحراريه بتاعتي او انا اكلت كام كذا 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 فبيقول لي في كام سعره او كده، لا. اصل انا كان بالي كتير قوي بحسب سعراتي، فخلاص يعني بقيت مثلا اي وجبه هاكلها وبوزن اكلي بالي كتير جدا. فمثلا لو خدت طبق مثلا فيه 3 معالق رز او كده، فخلاص انا بقيت غالبا عارف ده مثلا كام جرام، وببقى غالبا عارف فيه كام سعره حراريه. طبعا الكلام ده مش بيبقى بدقه 100%، ولكن الكلام ده بالخبره يعني ايه، بتقدر تعمل استيميشن او تحديد لنسبه كبيره قوي من السعرات والماكروز اللي في الاكل. وانا كان التارجت بتاعي اللي انا كنت عايز احققه هو 2500 سعره حراريه في اليوم و180 جرام بروتين اللي هو من ضمن ال 2500 سعره دول. طبعا الكارب والفات بقى ما كنتش اقدر احسبهم قوي، وهقول لكم ليه دلوقتي وانتوا هتعرفوا اصلا. طبعا برده كانت فكره ان انت تحقق 180 جرام بروتين كانت بتبقى صعبه جدا، بالذات في ظروف الاحوال الاقتصاديه اللي احنا فيها دلوقتي. فانا بقى كنت ماشي ازاي بالظبط بقى في نظام الاكل؟ يعني على سبيل المثال بشوف ايه الاكل اللي موجود في البيت، بالذات على وجبه الفطار. وجبه الفطار كنت بمشي كده، بشوف ايه الاكل اللي موجود في البيت واحاول اخد منه كميات ما تعادل السعرات اللي انا عايز اخدها. وطبعا السعرات اللي كانت بتبقى في الاكل دي كانت بتبقى تقريب، يعني مش محتاج اقول. يعني عشان ادي مثال للموضوع، فلنفترض مثلا في البيت اكل مثلا فراخ وادي فيه مثلا مكرونه بشاميل، كنت باخد الاثنين. ايوه يعني مثلا طبعا البروتين ده الفراخ اللي هناخده ده البروتين بتاعنا ده اساسي، والمكرونه بشاميل كنت مثلا ايه بحاول اخد حته صغيره او احاول مثلا اعمل لها استيميشن، يعني شايف الحته دي مثلا تساوي 400 سعره او واخدها. وطبعا كان في كل وجبه ده شيء ثابت فيه فايبرز، فيه لازم فيه خضار معايا، فيه خضار كتير، ده طبعا عشان الفايبرز وفي نفس الوقت عشان اشبع على وجبه الفطار. يعني زي ما انا قلت مثلا انت خدت حتتين فراخ وحته مثلا مكرونه بشاميل قد كده مش تشبع، فلازم يكون في فايبرز كتير عشان تشبع. فكان الموضوع ماشي كده. وطبعا الكلام ده بقى ينطبق على اغلب الايام. اي نعم مثلا كان يعني تقريبا 50% من الوجبه اللي باخدها مش بتبقى صحيه، ولكن لا، كان مثلا الوجبات اللي بعد كده اللي هي مثلا بين السحور والسحور كانت بتبقى صحيه. وطبعا زي ما انا قلت انا ما انصحش اي حد مبتدئ او ما انصحش اصلا حد يعمل كده، ولكن ده اللي كان متاح حاليا بالنسبه لي. وتاني وجبه بقى كنت باخدها اللي هي بين الفطار والسحور، مثلا كنت ممكن اخد سكوب واي بروتين او مثلا ممكن اخد جبنه قريش وبيض. اما بقى بالنسبه للسحور كنت مثلا ممكن باخد فول معاه صدور الفراخ، وده طبعا كان بصراحه الى حد كبير بقدر اخد منه احتياج البروتين اللي انا محتاجه على مدار اليوم. وطبعا زي ما انتم شايفين الوجبه اللي بعد السحور وجبه السحور، ويمكن مثلا نص وجبه الفطار ذات نفسها كانت صحيه. وبرده كلمه حق، كنت مثلا وسط الوجبات او كده كنت ممكن مثلا ادخل ممكن مثلا حته بسبوسه او اي حلويات او كده. عارف ده مش افضل حاجه، ولكن الفكره ده بيساعدك انك تقدر تلتزم قدر المستطاع، وطول ما انت حاسبها وسط سعراتك. انا بعمل حساب مثلا ايه، انا اخد 300 سعره من الشيء الفلاني فخلاص الدنيا تمشي يعني. وحاجه ثانيه انا كمان بعمل كده مع المتدربين اللي عندي، اصل برده عشان الانسان اللي قدامك يقدر يلتزم، احنا مش مكن، في الشخص تديله اكل صحي 100% يقدر يلتزم عليه، فاهم الفكره؟ فبيبقى لازم تدخل حاجات شبه كده عشان تقدر تلتزم بالدايت. النصيحه بقى اللي اقدر اقولها في الاخر دي النتائج الطبيعيه. زي ما انتم شايفين انا عرضت لكم النتائج الطبيعيه، عشان ايه بتيجي تشوف على السوشيال ميديا التوقعات بتبقى في السماء، وتلاقي واحد مثلا في اقل من شهر عمل تغير مش طبيعي. لا، لازم تكون ايه شخص واقعي مع نفسك، وبرضه لازم تكون عارف المشوار مش شهر واحد بس، او مش من 30 يوم هتحقق التنشيفه او التارجت بتاعك. لا، المشوار بيكون اطول من كده بكتير. وبرضه اتمنى تاخد من التجربه بتاعتي فكره ان ما تضايقش الدنيا قوي، عشان زي ما انا قلت المشوار مش قصير قوي، مش مجرد 30 يوم او اسبوعين او كده وخلاص والموضوع خلص. لا، المشوار اطول من كده. فلو ما ايه ما تضايقش الدنيا، يعني مثلا ممكن تحاول تدخل شويه حاجات انت بتحبها وسط الدايت بحيث تقدر تلتزم اكبر قدر ممكن من الموضوع يعني. وانصح في الاخر حاول تشوف سلسله حلقات ازاي تعمل نفسك نظام غذائي كامل. لو انت مثلا راجل على الابيض خالص وعايز تبتدي تعرف ازاي تبدا وكده، فشوف السلسله دي انا شرحت فيها كل حاجه بالتفصيل عن السعرات والماكروز وكل حاجه، فخش شوفوها عشان تقدر تساعد نفسك في الموضوع. ولو اي حد عنده اي اسئله يقدر يسال تحت في الكومنتات.